السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. وبس عايزين نقول شوية كلام كده، بس إيه، عشان بس يعني نجيب من الآخر بخصوص ماتش النادي الأهلي وبتروجيت. يعني هو الجمهور مش مستحمل قرارات غبية تاني، والفرقة مش مستحملة قرارات غبية تاني. فيعني ايه اللي احنا شفناه النهاردة، لو في حد شايف ان الماتش بتاع النهاردة ده مع فرقة زي دي، ان النادي الاهلي عمل اداء او لعب ماتش كويس او ماتش جيد او حتى ماتش مقبول، فالحد ده مغيب. معلش انا اسف، يعني وجهة نظرك غير صحيحة تماما. واحنا كده ده مش ناقوس خطر، ده احنا في الخطر نفسه يعني. ف ده من الاخر يعني، عشان بس نبقى صراحة مع بعض. النقطة التانية، ان احنا لازم الادارة بتاعتنا، الادارة اللي نايمة في مية المخلل، تتعاقد مع مدرب اجنبي كويس بسرعة وبسرعة جدا، وقبل مباراة الدوري الجاية كمان، يعني في اسرع وقت، يعني في خلال يومين بالظبط يكون عندك مدرب اجنبي كويس. انت حضرتك عمال بتقول انا بدرس سيرة ذاتية وسيفيهات وكلام من ده من شهر واحد اللي فات. فين؟ المفروض لما كولر هيمشي فحضرتك تكون مجهز البديل، فمفيش بديل لحد دلوقتي. احنا بقالنا اسبوع اهو ومفيش بديل، فمش قادر افهمها. مش عايزين يا جماعة ندخل في مرحلة سوارش ولاسارتي وكابتن حسام البدري وكابتن محمد يوسف وكابتن عبد العزيز عبد الشافي وحكومة تسيير اعمال وده مدرب مؤقت، والشغل اللي احنا بنعمله ده غلط يا جماعة. مفيش مدرب في مصر بيعرف يدرب، من الاخر مفيش مدرب في مصر عنده بعد فني وخططي يقدر ينهض بالفرقة، غير اللهم الا علي ماهر بس اللي يعني يقدر ان هو يعمل حاجة. غير كده مفيش مدرب في مصر مفيش حد في مصر اصلا يعرف يعني ايه تدريب. مفيش حد في مصر واخد كورسات تدريب ولا شهادات ولا الكلام ده كله، ولا بيعرف يعني في الجانب الخططي وتطوير اللعيبة وعلى المستوى التكتيكي والكلام ده كله. فمش عايزين نكدب على بعض، فاحنا مش عايزين نقعد مع كابتن عماد النحاس وهو راجل طيب ومحترم وغلبان وكل حاجه والله، بس ده مش شغل يعني. الشغل ما فيهوش الكلام ده مش اسلوب، ده مش اداره. كابتن عماد النحاس راجل طيب ومحترم وابن ناس وبيصلي الخمس فروض وكان لعيب كبير وكل ده. حتى ان هو يشتغل مساعد كمان، يعني ممكن اتقبلها، يمكن يتعلم. مع ان المصريين بيفضلوا مع المدربين الاجانب بالسنين، زي الكابتن سامي قمصان كده، هم ما بيتعلموش حاجه، وفي الاخر لما يعني ما لهمش راي، تحس ان هم مهمشين، مفيش حد بيتعلم حاجه. فاحنا مش عايزين ندخل في المرحله دي. فالمطلوب من الاداره ومن كابتن محمود الخطيب، اللي احنا مش عارفين هو موجود ولا مش موجود ولا ايه بالظبط، مدرب عالمي كويس، عشان حضرتك داخل على منعطف تاريخي. ومدير كوره، يعني حمش مدير كوره، راجل مدير كوره، ده محامي مدير كوره عنده شخصية عشان يقدر يسيطر على الفرقة. ده المطلوب. والفرقة والناس تيجي تطور لعيبة، ناس الراجل اللي يجي يبقى راجل بيطور لعيبة، شخصية قوية وبيطور لعيبة وبيدي الأحق وما بيحبش وما بيكرهش والكلام ده كله. يعني أنا نفسي شخصية زي ريني فايلر، وأتمنى إن هو يكون ريني فايلر، بس حتى لو مش ريني فايلر فهات حد زيه على مستوى الفني والخططي والكلام ده كله. راجل ممتع جدا وتكتيكي وبيعرف يدرس المنافسين كويس وبيبدل في التوقيت الصحيحة وكل الكلام ده. وعلى المستوى تطوير اللعيبة فهو بيطور اللعيبة بشكل رهيب. وعلى المستوى الشخصي فهو راجل مع اللعيبة قوي واللعيبة بتخاف منه، وراجل مع الإعلام قوي والإعلام ما بيقدرش يتكلم معاه، ودي حاجة يعني نفسنا فيها. لو في مدرب كويس مش هنشوف العاهات اللي احنا شفناها النهارده في الملعب. في الملعب النهارده لعيبه يا جماعه، في ناس ما تعرفش يعني والله يا جماعه، في ناس ما بتعرف تباصي، والله ما بتعرف تباصي. يعني انت النهارده لما تتفرج على ماتش الاهلي وبتروجيت وتقلب بعدها تتفرج على برشلونه والانتر، لا يا جماعه في ايه؟ لا معلش يعني، انا مش بقارن معلش يعني. بس لا، انت عندك لعيبه ما بتعرفش يا جماعه، احنا مش عارفين نضغط، مش عارفين ناخد كوره، مش عارفين نستخلص كوره.
احنا عندنا حارس مرمى المفروض ان هو بيتقال عليه احسن حارس في افريقيا، بغض النظر انت مقتنع او مش مقتنع دي حاجه تانية، بس بيتقال عليه كده. الراجل يا جماعه طول الماتش يزعق. انت بتزعل ليه؟ انت بتزعل لمين؟ في اخر الماتش واحنا كسبانين 3-2 وخلاص يعني في اخر 5 دقايق خروج كارثي. قسما بالله الخروج ده لو في فرقه والله ما يلعب تاني. وعايزين يجددوا له، يجددوا لمين؟ ده يعني من اوائل الناس اللي المفروض تمشي محمد الشناوي ده. مدافع تاني بقاله 6 شهور بيحايلوا عليه عشان يجدد وهو مش عايز يجدد. كارثي كارثي كارثي. اسمه رامي ربيعة. أغبى مدافع شفته في حياتي في تاريخ النادي الأهلي. أغبى مدافع شفته بيلعب في أغبى لعيب شفته بيلعب في الأهلي هو رامي ربيعة ده على المستوى العقلي. يعني أغبى لعيب في الملعب. هو له كل الاحترام والتقدير، ولكن في الملعب لا، هو أغبى لعيب فعلا. الهدف الأول ضربة الجزاء، انا بشوف منه تدخلات غريبه يا جماعه والله العظيم بجد. بحس ان هو رايح متعمد ان هو يعمل الكره دي. الهدف الثاني المهاجم حطه في ظهره والكره عدت من المهاجم وصلت لعند كوكا ده انا مش فاهم هو بيلعب في الاهلي بالواسطه تقريبا او حاجه زي كده. فمش فاهمين هو يعني هو بيعمل ايه. بس العيب مش على كوكا حضرتك، لو انت سابق المهاجم الكره مش هتعدي منك، لكن المهاجم سابقك وحطك في ظهره قدام جونك فتعدي منه وتروح للباك شمال. في ايه يا جماعه؟ لعيب زي محمد هاني لعيب شفاف مش معانا خالص في الملعب. محمد هاني ده لو في يعني هي ارزاق. هي كرة ارزاق. الكرة في مصر ارزاق. يعني ما حدش بيبقى نفسه. كل الناس بتبقى نفسها تبقى ظباط في مصر، بس مش كل الناس بتبقى ظباط. يعني كلنا نفسنا بس مش كلنا بنبقى. فهي ارزاق والله. فالكرة في مصر ارزاق برضه يعني. مش فاهم برضه. النقطة التانية برضه لعيب زي احمد رضا. احمد رضا ده يا جماعة ده انتوا جايبينه منين؟ مين احمد؟ انتوا جايبين الراجل ده منين يا جماعة؟ هو انا شلت محمد ابو سويلم اكرم توفيق فجبت حسين فهمي يلعب كوره بيلعب بالشوكه والسكينه وعايز كل ما يمسك كوره ياخد مساحته ويبص بقى ولسه هيرفع عينه ولسه هيتحرك ويلف حوالين نفسه وبعد كده يرجع الكوره لورا. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مين دول؟ مين اللعيبه دي؟ والله العظيم يعني انا فاكر ان فايلر كان بيلعب احمد الشيخ جناح وكان عامل من الفسيخ شربات ايامها. كان بيلعب جونيور اجاييه والناس دي برضه يعني اليو بادجي وكده. فواحد زي ريني فايلر لو مع اللعيبه دي هيولع فيها. زي ما قال لشريف اكرامي انت مالكش تصنيف عندي. اعتقد ان هو لو شاف العالم اللي بتلعب دي هيولع فيهم بجد. فانت لو عندك مدرب شخصيه ومدرب كويس مش هتشوف العالم دي في الملعب ومش هتشوف الناس دي في الملعب ومش هتشوف البساطه الغريبه والضغط الغريب اللي احنا يا جماعه احنا مش عارفين نضغط. احنا مش عارفين. احنا عندنا 2 مهاجمين سفاحين مش عارفين نوصلهم كوره. عندنا لعيبه اجنحه مهريه ولعيبه فعلا زي طاهر وحسين واشرف بن شرقي ومش عارفين يعملوا هجمه. فلا تعليق والله لا تعليق. شكرا.